بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأحباء، أهلا بحضراتكم فيديو جديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى منذ ساعات قليلة الفنان مصطفى درويش. الفنان مصطفى درويش رحمة الله عليه اللي صورته ظاهرة على الشاشة الآن أمام حضراتكم. توفي ظهر اليوم. الفنان مصطفى درويش يبلغ من العمر 43 سنة، هو مواليد 11 يناير 1980. توفي زي ما قلت لحضراتكم ظهر اليوم، وسبب الوفاة هي سكتة قلبية مفاجئة أثناء النوم. شقيقه أعلن كده، والفنانة نهال عنبر أعلنت كده نيابة عن نقابة الممثلين. تم الإعلان عن سبب الوفاة إن وهو نايم حصلت له أزمة قلبية أو سكتة قلبية، ربنا يعافينا جميعا يا رب، وأدت إلى وفاته في الحال. زي ما قلت لحضراتكم هو من مواليد 11 يناير 1980 وعنده 43 سنة، وهو رحمة الله عليه كان فنان متميز فعلا، والأدوار اللي قام بيها كانت كلها أدوار متميزة. وهو بدأ التمثيل عام 2011، وكانت بدايته في فيلم كف القمر للمخرج خالد يوسف. وهو قال إن هو بدأ التمثيل بالصدفة البحتة، إنه كان موجود في مكان التصوير مع أحد الأصدقاء، وعشان هيئته وشكله وصوته عرض عليه ان هو يؤدي دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على سبيل التجربة، ويعني ادى الدور بشكل بارع وانطلق بعد كده. وطبعا يعني قدم العديد والعديد من الاعمال، لعل اهمها او يعني العمل اللي قدمه للجمهور بشكل كبير جدا يعني، او عرف الناس عليه، هو دور فتحي اللي هو مدرب كمال الأجسام اللي عنده صالة جيم وفي نفس الوقت بلطجي. كان في مسلسل 100 وش بتاع نيلي كريم وآسر ياسين. زي ما قلت لحضراتكم هو توفى بشكل فجائي نتيجة أزمة قلبية أثناء نومه. والموضوع ده يعني إيه أسباب بقى الأزمة القلبية؟ أسباب عديدة، يعني ممكن كان مدخن أو أي مكان، ولكن طبعا تعددت الأسباب والموت واحد. نترحم عليه جميعا، ويعني نطلب له الرحمة والمغفرة. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الموضوع ده للأسف شديد يعني طبعا، ويعني ده كله طبعا ده قضاء الله عز وجل، ولكن يعني منتشر أو يعني ظهر بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. ربنا يعافينا جميعا، وربنا يحفظنا ويحفظكم، اللهم امين يا رب العالمين، من اي خبر سيء. مرة تانية رحم الله الفنان مصطفى درويش واسكنه فسيح جناته، والهم ذويه واهله الصبر والسلوان. ده اللي حبيت برضو كلنا نشارك مع حضراتكم الخبر ده، ونعتبر هذا الفيديو يعني منطلق كده لنترحم على الفنان مصطفى درويش، ونترحم على امواتنا واموات المسلمين. اتمنى لحضراتكم السلامه، واتمنى زي ما دايما بقول لكم الا يريكم المولى عز وجل مكروها في عزيز لديكم، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.